رافقته في زيارة إلى مدينة مصراتة أنا، وأعتقد البعض يقول أنك يعني من كان سببا في إعطاء المواطنة الليبية لهذا الرجل. لا، المواطن الليبي هذا الشخص أنا دائما مع أي شخص يقدم المساعدة للمدينة في حالة حرب، ليس في حالة سلم ولا يعطينا أي شيء آخر. كثير من العرب الآن مقطوعة أرجلهم الآن موجودين في مصراتة، يطلبوا العلاج ويطلبوا المساعدة يعني. فأنا هؤلاء الناس أفضل من أي ناس كثيرين هربوا. حتى إن كان صهيوني كبرنار ليبي، هو أنا لا صهيوني، كلهم صهيوني، ساركوزي صهيوني، أو مع المتعاون مع الصهيوني هو الذي نزع الحجاب من ولكن احنا الآن نتعامل مع أشخاص صراحة هم اللي ساعدوا برنامج في سلسلة فرنسوية، ويعني بكل احترام لليبيا والليبيين والساعد الليبيين، وهو من أول من اتصل بساركوزي والقافلة جاية إلى بنغازي قبل حتى الناتو. الطيارات الفرنسية تحركت لضرب القذافي وهو جاي إلى بنغازي. يعني صراحة هذا الرجل هو اللي حرك الناتو، حرك ساركوزي وقال له على مسؤوليتي أنا، الناس اليوم التقيت بهم وشفتهم وكذا وكذا وكذا. فيعني هل في بينا نشوف جنسيته ولا كيف ولا كذا؟ ما هو الطفل الذي يملكه برنار ليبي كي هو صديق خاص على شيء هو صديق خاص لساركوزي، ولكن ليس هو من نفس الحزب. أقول لك ما يرشحلاش هو، لكن صديقه خاص ويسمع له يعني. فإحنا يعني وجدنا نفسنا نستغل هذه الفرصة، وفي هذه اللحظات كنا يعني مع من ومعنا. إذا كان في دول ثانية عربية مثل لم تساعدنا حتى ببحث مكرونة وأسطوري زي المملكة السعودية ضاحكين يعني هل بدنا نبحث عن مين وكيف، هل هو حلال ولا حرام ولا مين ولا هو يهودي ولا مش يهودي؟ احنا ما انتقلنا لبنه، فكان فقط رجل سعد ورجل نعرف أنه يعني كان يؤمن هذا الشيء ولا يطلب شيء، ولا هو طالب أنه هو يخلينا صليمين ولا يخلينا يبني كنيسة ولا كذا. بالعكس يعني كان رأينا على حق وأنا قضيتنا على حق، ونحن اتجهنا إلى فرنسا، أن هي دولة فرنسا وأنا أتعامل معها كدولة. تحققت مع وهو